أهلا وسهلا بكم. سجل متروفيش الهاتريك رقم 11 في تاريخه في مباراة الهلال أمام الاستقلال. جيسوس لن تكون عودة نيمار سهلة، فهو يلعب في مركز يجعله عرضة للالتحامات. أعتقد أن إصابته عضلية وليست في الركبة، وربما يغيب لمدة أسبوعين. وكان المتوقع إصابة نيمار في أوتار الركبة، وسيخضع لفحص طبي قريبا. وضمن دوري أبطال آسيا، فوز الأهلي السعودي على الشرطة العراقي بخماسية لهدف. وقد حصل لاعب الأهلي فيرمينو في هذا اللقاء على جائزة أفضل لاعب في المباراة. نادي الهلال يريد التعاقد مع محمد صلاح كلاعب حر في يونيو المقبل. الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة لعب 4 مباريات، حقق 4 انتصارات وسجل 16 هدفا. جاهزية كريستيانو رونالدو لمباراة النصر والعين في نخبة آسيا اليوم. بنر وتيفو جماهير النصر مساء اليوم في مباراة العين والإمارات بعنوان ليلة رعب. رئيس النصر الجماهير موعدنا الليلة. وجه عبد الله الماجد رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي رسالة لجماهير فريقه قبل مواجهة العين الإماراتي، وقال الماجد: جماهير الشمس الوفية، إذا حضر روح النصر فلن يقف في وجه عزيمته شيء. وأضاف: أنتم روح الفريق وحافزه للانتصار. موعدنا الليلة في منافسة البطولة الآسيوية، نجومكم بانتظاركم. شكرا على طيب المتابعة.